السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناه ام زكريا للمبتدئات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هذا البرودوي البنات اللي كيغسل البوطه ديالنا اولا الفران اولا شي حاجه اللي تيكون فيها هكايا الحرق تيكون ما يمكنش نحيدوه هكا بسهوله. كيقولوا هذا البرودوي كيحيد كل شيء بسهوله، ومشيت البنات خديته وقلت علاش لا ما نجربوش معاكم ونشوفوا. انا اول مره خديته سولت مولاه اللي خديته من عنده، قلت لي كيفيه الاستعمال، قال لي رشيه على البوطه وخليه واحد 10 دقائق بحال هكايا حتى يتفاعل مع دوك الطبيعه اللي تيكونوا في الفران، ومن بعد خدي هذا السلك هو اللي وراه لي البنات. قال لي ما تحكيش بداك الاخر اللي غليظ، حكي بهذا السلك اللي رقيق باش ما يجرحش لك هكايا الفرن ديالك اولا الفران. وفعلا البنات كيف ما كتشوفوا معايا رشيت عليه خليته واحد 10 دقائق وتفاعل مع دوك الطبايع اللي كاينين في الفران ديالي كيف ما شفتوا معايا. انا خليته البنات كنمسح غير واحد جوج ديال الفرنوات اللي كنخدم فيهم، والاخرين خليت هاد الربعه كاملين اللي كنخدم معكم فيهم خليتهم هكاك باش هكايا نصور معكم بهذا البرودوي. انايا رشيته البنات خليته حسب 10 دقائق بحال هكاك. الصراحه انا ما حسبتش ليه، غير خليته حتى تفاعل واحد شويه صافي ورجعت ليه. ملي رجعت البنات غير بيديا كيتحيد، ملي درت السلك باش غادي نساعد تحيد تماما كامل كيف ما كتشوفوا معايا. ها نتوما البنات انا غادي نمسح لكم بهذا الزويف وغادي تشوفوا البلاصه كيفاش بقات. ما نقولش لكم رائعه البنات، غير خذوه واستعملوه الفران ديالكم اولا الفورنو بحال هكايا. ها نتوما شوفوا النتيجه جات رائعه. وانا غادي نكمل دابا الفران ديالي اولا الفورنو، غادي نكمل بالنظافه ديالو. غادي نحيد ليه هاد العيبات ديالو اللي كنطيبوا عليهم دوك الشبيكات، وغادي نكمل الحكان اولا النظافه ديال الفران ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا راه ما تنحوكش بزاف البنات، ماشي شي مجهود، غير كندوز هكايا السلك صافي. ودوك دوك الطبيعه اللي فيهم ودوك الحراق وداك الشيء راه عرفتي كي كانوا لاصقين مع الزيت ومع داك الشيء. خليته حتى تعلك مزيان باش ناخذ الفكره على هذا البرودوي واش كيحيد دوك الطبيعه اللي هما يا عاصيين اللي ما كيتحيدوش بسهوله اولا غير هضره وكلام. ولكن البنات ما نقولش لكم النتيجه كانت روعه كيف ما كتشوفوا معايا قدامكم البنات. انا حكيت بداك السلك ماشي ما حكيتش، ولكن ماشي شي حكان اللي كتعرفوا نتوما فيه شي تماره اولا فيه شي مجهود اولا، غير كندوز هكايا الطبعه مفرته محيده بوحدها. ولكن خليوه رشوا عليه واحد الكميه نيت، ماشي غير ترشوا شي حاجه خفيفه، رشوا على هذوك الطبيعه اللي تيكونوا عندكم في الفران اولا في الفرن، وخليوه حتى يتفاعل هذا البرودوي مع دوك الطبيعه اللي تيكون اولا داك الحراق اللي تيكون في الفران ديالنا. صافي من بعد درت ليه واحد الشبيكه ديال التيد، دوزت عليه مزيان في الاخر ونشفته بزيف ناشف البنات. الاينوكس دائما نشفوا الفران اولا الفرن نشفوه مزيان بحال الشكل ديال المرايه اولا ديال الزاج، باش هكا كيعطيكم واحد اللمعه زوينه وكيدي لكم مده طويله في النظافه ديالو، كيبقى نقي الا نشفتوه هكا بشي زيف يكون ناشف. والنتيجه قدامكم البنات بهذا البرودوي نيت. واخا انا ما درتش الاشهار، غير بغيت نشارككم مع البنات انا يعجبني في الفران ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. نقاه مزيان البنات حتى دوك الشبيكات ديالو وداك الشيء راه غير حكيتهم غير بداك السلك غير حكه خفيفه. وشوفوا كيفاش رجعوا البنات، راه رجعوا نقيين داك الحراق وداك الشيء كلشي حيد منهم، الا الحراق ديال العافيه اللي محروقين بالعافيه هو اللي ما تحيدش. اما الحراق ديال شي حاجه طايحه عليهم او شي حاجه محروقه فوق منهم راه كل شيء حيد. صافي البنات هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. ان شاء الله نبغيكم تستافدوا من هاد الفيديوهات اللي كيكونوا بحال هذا الشكل. حتى لهنا الا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك واشتراك في القناه. شكرا لكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تلاقوا على خير، بسلام عليكم وبالصحه والراحه.